وتجد في كلام الإمام موسى بن جعفر أيضا: ثم إنه كان داعيا للناس بغير لسانه. ليش كانوا ينقلوه من سجن إلى سجن؟ لأن سيرته في السجن، دوام عبادته، دوام صلاته وصيامه، كان يلقيها ويقرأها في السجن. هذه الأمور كانت تؤثر في الناس وتغير قلوب الناس. بعد فترة وجيزة كان يتحول هذا الرجل الجلاد، كان يتحول حارس السجن إلى خادم للإمام، إلى تلميذ عند الإمام، إلى متأثر بتعاليم الإمام، وهكذا كان. لا عذر لنا أيها الإخوان، لا عذر لنا في تركنا لواجباتنا أبدا. تريد فقرا أكثر من فقر موسى بن جعفر، وتريد اجتهادا أكثر من اجتهاده، ومع ذلك ساعد في تقويم الدين ورفع كلمة الله، وقال الحق